السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. معكم أميمة من قناة شهيوات أميمة أمريتاج. اليوم إن شاء الله فيديو جديد غنقدم معكم فيه هاد الطورطة والطورطات صغيورين كاملين غير بيضة وحدة، طريقة مبسطة وكيجيو لذاذ بزاف بواحد المكون يعني ما يخطرش لكم في البال. غديروه بقشور ان شاء الله. نتمنى تبقاو معايا الى اخر الفيديو باش تشوفوا الطريقة والمقادير البسيطة جدا والمذاق يا سلام. غنبداو بسم الله على بركه الله. كلشي غنديروه في الخلاط الكهربائي. عندي حبه ديال البيض، يعني هاد المقادير راه جد اقتصاديين. عندي نص كاس ديال سكر سنيده ولا سكر حبيبات، نفس الكاس غنعبر به الزيت وغنعبر به حتى الحليب. كيف ما كتشوفوا معايا درت المكونات كامله يعني في دقه واحده. صافي غندير هنايا الليمون، غندير هاد الليمونه كامله بالقشور ديالها وباللب وبكل شيء. غنحاول هكا غير هاد الليمونه اللي طحت فيها دابا فيها هكا العظومه، يعني الا طحت في شي ليمونه ما فيهاش العظومه لوحوها صاينه. المهم حاولت هكا نحيد لها دوك العظومه، حيت الا طحنا العظومه غتعطي واحد المروره. من الاحسن حاولوا دوك العظومه يتنقاو مزيان. المهم ما تبقاش فيها عظمه هكا كدور. صافي بقى انا هنا ما خلطتش. غندير الليمون حتى هو عاد غنخلط كلشي مزيان. راه كتجي ساهله، عرفتي راه كتحضر بواحد السرعه يعني فائقه. هنا درت واحد القبيصه ديال الملح وواحد الساشي ديال الفاني، وهنا راه طحنت الطحنه الاولى. غنعاود معكم الطحنه الثانيه. غنطحن داكشي مزيان. انا هاد 1 2 3 ذات مسكينه كتعيا يعني ما طحناتش ليا مزيان. ولكن المهم نتوما حاولوا طحنوه يعني داك اللب ما يبقاش، ما تبقى حتى شي حاجه كتبان. صافي مباشره غنديروا في هذا الاناء. هذا هو القوام ديالو كيفاش خرج. راه كيجي شويه هكا عاقد، يعني ماشي هكا جاري ولا يعني. المهم هكذا هو القوام ديالو. هنا عندي واحد الكاس ديال الدقيق، وعندي واحد الخميره واحده ديال الكيماويه او الخميره ديال الحلويات. غنغربل كلشي وغنزيدو هكا غير بالتدريج. بالنسبه ليا هاد المكونات وهاد المقادير وبهاد الكاس، يعني العبار ديال هاد الكاس اللي عبرت معكم به، هاد الكاس هذا هو العبار ديال العنبه. يعني خرج ليا كاس واحد، يعني اللي هزت ليا هز ليا الخليط، اللي هز ليا هاد لي كيك وهاد هادشي، يعني هزت ليا كاس واحد ديال الدقيق. يعني نتوما راه غتشوفوا على حساب عاوتاني كيف ما كنقول لكم دائما الحجم ديال البيضه، واش كبيره واش صغيره. عاوتاني الدقيق واش من النوع اللي مزيان يعني نوعيه ممتازه او لا عاديه، يعني واش كيشرب ولا لا. هذا هو القوام. يعني القوام ماشي جاريه وماشي هكا عاقده. الا درتوها عاقده غتجيكم مدقصه، ولا درتوها عاوتاني جاريه تقدر ما طيبش لكم يعني مزيان. المهم انا هذا هو القوام اللي بغيت نعطيكم. راه يعني باين قوام اللي بحال ديال الكيك، ولكن هو شويه خفيف على الكيك. هنايا في هذا المول دهنت بالزبده ورشيت بالسميده. علاش السميده؟ كتعطي واحد اللون من تحت محمر، وكتعطي واحد بحال واحد القرمشه مهم غريبه. المهم نتوما انا نتمنى تجربوها بهذه الطريقه وتردوا عليا. واحد الحاجه اخرى اللي نبغي نقول لكم، هاد المقادير وهاد المكونات في بلاصه الدقيق غديروا السميده. كتجي حتى هي رائعه، كتجي زوينه، كتجي بحال شكل بسبوسه بالتفاح ومذاق ديال الليمون. المهم كتجي خطيره، انا مجرباها وان شاء الله نديرها معكم في فيديو اخر. انا غير قلت نقولها لكم هكا، يعني اللي بغى يجرب يعني ماشي مشكل. مقادير هادو بساط، الانسان ما فيها باس يجرب يعني التجربه راه كتعطي بزاف ديال النتائج. صافي هذاك الخليط قسمته تقريبا على جوج، تقريبا النص الكثير درته في المول الدائري. بالنسبه للمول الدائري عندي هنا المول موين، يعني ماشي المول كبير. الا كان عندكم مول كبير يلا غير هز هادشي المول الكبير باش نكونوا واقعيين. انا عندي هنايا هذا المول موين. المول هذا كيهز لي 3 ديال البيضات. بالنسبه لي مول الاخرين تقريبا 5 ديال لي مول ديال الميني كيك اللي هزوا ليا هاد الخليط. صافي هنا غنبدا نقطع التفاح من بعد ما غسلته مزيان. غنقطعو رقيق مزيان وغنبدا نزين لي مول ديالي، لي كيك ديالي لي ميني كيك وحتى الكيكه اولا الطورطه الكبيره. بالنسبه للكميه ديال التفاح اللي هزات ليا اللي هزوا ليا تقريبا تفاحه ونص، يعني الحجم ديالهم موين. هكا كنتمنى نعطيكم جميع النصائح وجميع داكشي اللي هكا الحوايج اللي خدمت بهم باش ملي تخدموا يعني يجيكم داكشي ساهل وتعرفوا شحال غادي القدر اللي غادي تحتاجوا. ومهم المسائل كامله. صافي انا هنا من بعد ما زينت الطورطات ديالي صغيورين وحتى الطورطه الكبيره غنرش عليهم واحد الرشيشه خفيفه ديال السكر سنيده، يعني كتبقى اختياريه. اللي كياكل هكا الحلاوه زايده
يدير هذيك الرشاشه راه كتعطي واحد اللون ذهبي، وفي نفس الوقت كيجي هذاك التفاح المهم كيجي حلو، ما كتجيش فيه هذيك عرفتوا داك المذاق ديال التفاح هكاك، المهم كيجي حلو. وحتى الطورطه راه كتجي حلوه. الناس اللي ما تياكلوش السكر نتمنى يعني تنقصوا شويه ديال السكر. انا هاد الحلاوه ديالها جاتني طبيعيه، وهذه الحلاوه اللي كتعجبني صراحه في الطورطات، كتعجبني ديك الحلاوه ديالهم زوينه. اللي كيبغي هذاك الميلونج يكون الحموضه ديال التفاح مثلا او زائد مع الحلاوه، يعني بلا ما يدير ديك الرشه ديال السكر، وحتى الكميه ديال السكر الا بغى ينقصها ما غتغيرش ما غيتغيروش هكا المكونات، ولا حتى التكستور ديالها اولا السمك ديالها، حتى حاجه ما غتغير بالسكر ثاني الا نقصتوه. صافي انا غنقطع معكم هنايا هاد الطورطه الكبيره. بالنسبه للفرن، وهذه شي حاجه اللي ضروريه، بالنسبه للفرن طيبتهم، الفرن كان سخون، طيبتهم، الفرن كان شاعل غير من التحت، طيبتهم راه طابوا تقريبا 20 دقيقه حتى 25 كانوا طيبين، يعني راه كيطيبوا بالزربه. بالنسبه لدرجه الحراره متوسطه 180 حتى ل 200 على حسب الفرن. دائما الفرن وكل واحد وشنو الفرن ديالو. بالنسبه هذه الوحده هذه كانت ما تحمراتش، خليتها هكا في الفرن، المهم صدقات تتحمر، زادت في التحمار ديالها. داكشي علاش ما بينتهاش في الاول، نبينوها غير في الاخر هكا بيناتنا، زعما ما شافنا حتى شي واحد. صافي وصافي كنوريكم هنايا يعني كيفاش جاو في الاخير، راه جاو زوينين بزاف. نتمنى تجربوهم وتخليو ليا في التعاليق التجارب ديالكم، واش نجحت معكم الوصفه، واش عجبتكم، كيف جاكم المذاق، كيف جاكم هكا الميلونج ديال الليمون مع المقادير كامله. المهم كيعطي واحد المذاق زوين بزاف لداخل، واحد المذاق كيكون في الطورطات، واحد المذاق ديال الليمون، يعني مهم واحد المذاق مميز. انا نتمنى تجربوهم وتخليو لي هكا في التعاليق ديالكم. كنبغي نعرف هكا كيفاش جاتكم الوصفه، واش نجحت معكم، واش صدقات معكم، كيف جاكم المذاق ديالها، شنو زدتوا فيها، شنو نقصتوا. صراحه بزاف ديال الحوايج الناس كيجربوهم وكيخليو ليها هكا في التعاليق، وكنكون هكا فرحانه. كاين اللي كيزيد فيها شي حاجه من عنده، مثلا بحال هذه يقدر يخدمها بالياغورت في بلاصه الحليب، يقدر يدير ليها الليمون في بلاصه الحليب. يعني كيكونوا بحال هكا افكار، وكيكون اختلاف هكا في المقادير، وكتصدق معاهم. صافي نخليكم هنايا الى فيديو اخر ان شاء الله، فيديو جديد ان شاء الله، وفي وصفه هكا جديده، وتكون طريقه سهله وبسيطه، اهم حاجه البساطه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.